بقالنا كتير ما عملناش حاجات حلوة، والنهاردة جبت لكم القشطوطة أو التريليشيا أو كيكة الحليب أيا ما كان اسمها، بس النهاردة هنشوفها بأحلى جودة وأحسن طعم. أماكن كتير بتعملها وأماكن كتير بتسميها تسميات مختلفة، إنما هي في الآخر هي كيك بالحليب عليه طبقة كريم شانتيه وطبقة كراميل من فوق. يلا بينا، خليكم مستعدين ونبدأ القشطوطة بتاعتنا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. والطعم ايه حكاية، وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هنجيب 4 بيضات، ننزل عليهم فانيليا سايلة او فانيليا عادية، كوباية سكر. هضرب البيض لحد ما حجمه يبدأ ان هو يزيد معايا، وهنضربهم ضرب مبرح. بصوا القوام بقى عامل ازاي، هو ده الكلام كده. انا مش محتاج المضرب تاني، وهنزل عليهم كوباية وربع دقيق، وعليهم معلقة بيكنج باودر او محسن كيك، وبس كده. نبدأ بقى نقلب كله مع بعضه لحد ما الدقيق يدوب في قلب البيض. بعد كده هجهز الصينية. انا جهزتها بورق زبدة علشان تكون سهلة معايا ان انا اطلعها من قلب الصينية. نبدأ بقى ننزل، لازم نديها ضربتين 3 كده علشان ما يكونش في اي فقاعات في قلب الكيك. بس كده هندخلها في الفرن لمدة تقريبا نص ساعة او 35 دقيقة على حرارة 170. حجم الكيك في الصينية لازم يكون تقريبا النص او ازيد بشوية. بعد نص ساعة بعمل اختبار للكيك بعصاية الشيش، وبتأكد ان قلب الكيك استوى كويس، واسيبها جوه الفرن لمدة ربع ساعة بعد ما اطفي الفرن، وبعدين اطلعها بره تبرد براحتها. وديت شكل الكيكة بعد ما طلعت. طبعا يعني ورق الزبدة بيسهل الموضوع ده كتير خالص. شكلها حلو صح؟ ريحتها جميلة جدا. نقلبها. ايوه، هنجيب بس خلة الشيش، نخرمها شوية كده علشان لما ننزل اللبن يتشرب كويس. بعد كده هنزل باللبن. اللبن بيكون بارد ومش محلى، والكيك برضو لازم يكون مش سخن خالص. اللبن يفضل ان هو يكون كامل الدسم، لو مش كامل الدسم ممكن نزوده شوية كريمة طبخ او كريمة لباني عادي. هزودها شوية لبن كمان كده تمام. هنسيبها لحد بكرة، وبعد كده نبدأ نجهز الطبقة بتاعة الكريمة والكراميل. هنكمل بكرة. هنجيب طاسة غويطة أو حلة، وهننزل بكوباية سكر. هنسيب السكر لحد ما يبدأ يتكرمل من على الحروف، وبعد كده نبدأ نقلبه زي ما احنا شايفين كده. بدأ ان هو يتكرمل من هنا كده، بصوا هيبقى واضح اكتر. هنبدأ بقى نقلب لحد ما السكر كله يدوب. هنبدأ ننزل بحتة زبدة، ونفضل نقلب طول ما الزبدة موجودة علشان الفوران ده. أول ما الزبدة تدوب هنزل كوباية إلا ربع مية مغلية. لازم ناخد بالنا لأن البخار اللي بيطلع ده بيكون سخن جدا. هنفضل نقلب لحد ما المية والسكر يبدأوا يدوبوا. هو هيبقى جامد شوية في الأول، وبعد كده كله هيدوب مع بعض. هنزل بربع كوباية مية عليها معلقة نشا، وأقلب تاني. شكله تحفة. أول لما الصوص يبدأ إن هو يغلي كده أطفي عليه وأسيبه يبرد براحته. وعشان نجهز الكريم شانتيه هننزل بنص كوباية لبن ساقع، وعليه نص كوباية سكر مطحون، ونص كوباية كريم شانتيه خام. نجهز بقى المضرب.
هنضرب الكريم شانتيه لمدة 3 دقايق أو لحد ما القوام بتاعه يتماسك، وبعدين أنزل عليه شوية فانيليا باودر وكريمة لباني وأضرب تاني. كده نكون خلصناه. هنسيبه في الفريزر شوية، بعد كده نبدأ نطلعه علشان نحطه على الكيك. طلعت الكيك من التلاجة، أنا كنت مغطيه بس علشان ما ينشفش. كده احنا فاضل لنا نحط طبقة الكريم شانتيه، وبعد كده هنبدأ نحط الكراميل. ننزل بالكريم شانتيه الأول. الكريم شانتيه ده شكله جامد قوي يا جماعة. أنا للأسف ما عنديش البتاعة بتاعت الحلوانية اللي هما بيفردوا بيها دي. أنا إيه هحاول بقى إيه يعني أعمل على قد ما قدرتي يعني إن أنا أسويها. لما أنا هتصرف برضو يعني مش هقف يعني علشان البتاعة اللي هما بيفردوا بيها ديت، يعني مش هعرف أعمل أنا حاجة. كده تمام قوي قوي، أنا مبسوط بالنتيجة دي. هنشيلها بقى في التلاجة لحد ما صوص الكراميل يبرد، وبعد كده هنغطي الطبقة ونزوق. بصوا الصوص عامل ازاي. هننزل بقى. اهم حاجة ان صوص الكراميل يكون بارد خالص، وده علشان ما يضرش طبقة الكريم شانتيه. هبدأ اوزعه على كل الصينية بحيث انه يغطي طبقة الكريم شانتيه كلها. هنسيبه في التلاجة ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ نحط الطبقة الأخيرة. جبت كيس الحلواني وعملت فتحة صغيرة وبدأت أنزل بالكريم شانتيه خطوط رفيعة بالشكل ده بطول الصينية. بإمكانكم إنكم تعملوا أي شكل، ممكن تكتبوا اسم أي حد عزيز عليكم، تكتبوا أي كلمة جميلة مناسبة. وبعدين جبت خلة الأسنان الصغيرة، بدأت أعمل تقاطع لخطوط كريم شانتيه كل خط عكس التاني لحد ما تطلع بالشكل ده في النهاية. بجد كانت تجربة مميزة جدا، وتستحق إننا نتعب علشان نشوف النتيجة دي في النهاية. بصراحة أنا كنت منبهر بالنتيجة دي والشكل ده كمان. وده الشكل النهائي. يلا بينا ندوق. إحساس السكينة وهي معدية كده في قلب الكيك حلو بصراحة، حلو. نبص بقى على الدلع ده، نبص بقى على الجمال ده، نبص بقى كده ونشوف. م? م? يا سلام يا سلام، مزيكا مزيكا مزيكا. أشطوطة وتريليشيا وكيكة الحليب، كل المسميات دي مش وصفة الجمال اللي هو فيها. اللبن طالع من كل حتة. أنصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم الأشطوطة دي. أشوفكم في فيديو جديد.